الجامعه رفضت يعني ان هي تساعدني عشان خاطر ان انا معايا شهاده محو الاميه. والله انا اللي انا محتاجه ان حد طالب من ربنا ومن اي حد ان هو يدعمني في مشروعي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا رمضان حلمي، محافظه بني سويف. مهنتي مكانجي اللي هو خراط باب وشباك ومابوليا. انا اللي بفصل المابوليا والباب والشباك على المكن. دلوقتي اصبح طبعا ان انا شفت الاختراع ده على اليوتيوب، فجات لي الفكره ان انا اعملها باقل تكاليف. العجله اللي انا شفتها على اليوتيوب عامله $2000 من بلد بره، ولما بيحصل فيها صيانه بيبعتوها بره، بتعمل الصيانه وبتيجي. انا بعمل الصيانه مكانها. العجله دي شغاله بدال وكهرباء وبنزين. انا مجمع العجله دي كلها من الخرده، من اول مسمار لاخر مسمار لحد الموتور من الخرده. العجله ديت عباره عن فسحه، عجله صيد، فسحه نزاهيه، كل حاجه فيها امكانياتها انا عاملها حلوه. بس انا لو معايا امكانيات كنت طلعتها احسن من كده، بس انا ظروفي ما تسمحش انني اعمل اللي انا قدرت عليه. جبت موتور من الخرده. الموتور دوتي يعني كان خرده مش شغال، انا دخلته عندي في البيت وعملته على ايدي، قفلته على ايدي مسافه ما بتدور مارش. عملته مارش وبدال وبنزين، وعامل تندة فتح وقفل، اللي هي بالنسبه ان التندة ديتي اهي، تندة اهي تمام. وزي ما انتم شايفين هي العجله، بس هي لسه عايزه حاجات تاني. ان هي طبعا لامم فيها على قد ما اقدر، ان انا معيش امكانيات ان انا احدث فيها، لكن لو احدث اطلعها احلى من كده. خدت معاك كام وقت؟ والله خدت معايا وقت بتاع 5 سنين. اول ما عملتها بدال عرضتها على سياده المحافظ الدكتور محمد بيه هاني غنيم، الله يبارك له. حولني للجامعه التكنولوجيا العليا اللي في الشرق. قعدت فيها 2 سنين الجامعه، على اساس ان هي كانت هتمولني وكانت هتساعدني في مشروعي. الجامعه رفضت مساعدتها، يعني ان هي تساعدني عشان خاطر ان انا معايا شهاده محو الاميه، معيش شهاده عليا انني. بس لو انا معايا امكانيات انا هعمل مش عجله، انا هعمل اي حاجه تمشي في البحر هعالجها. يخت لو مكسر هعالجه ارجعه زيرو. لانش لو مكسر ارجعه زيرو بالموتور بكله. ولو في امكانيات ان انا هعمل توك توك هندي ينزل الميه، توك توك هندي ينزل الميه، موتوسيكل بطبعه، طياره، عربيه، عجله، كل حاجه من يخطر في بالك اطلعها لك تحفه عالميه. والله انا اللي انا محتاجه ان حد طالب من ربنا ومن اي حد ان هو يدعمني في مشروعي ويتبنى مشروعي. وانا واثق ان المشروع دوت لو انا عملت منه حتى في السواحل، في الشواطئ، هعمل حاجات للسياحه حلوه.